ايه الفرق بين الباشا وبين المدلوق؟ الباشا ان هو الناس بتجيله لحد عنده، لكن المدلوق بيقعد يتمسح في الناس ويحاول يعرف ده وده وده عشان خاطر يبقى صاحب فلان، انا شبه ده، انا تبع ده، انا اعرف ده بس. لكن هو انسان فاضي ما عندوش اي طموح ولا. تعالوا بقى نعرف ازاي الطرف التاني يجيلك لحد عندك من غير ما انت تروح له وبكل سهوله. اول حاجه ما اكونش متاح طول دايما برد، مش دايما بتكلم، عندي غموض في حياتي، مفيش حد يعني متاح طول الوقت وبيفضلوا ينفروا منه. فخلي عندك قواعد ان انت لا تبقى متاح على طول ولا تختفي كده. انت هتبقى باشا في نفسك واي حد هيتمنى ان هو يعرفك، ولو بتتكلم مع حد هيتمنى دايما ان هو يدور عليك ويفضل متواصل معاك عشان يعرف فيه ايه. ببساطه لو عايزه يجيلك تبطل تروح له علشان تفضل دايما موجود في ذهنه وفي باله، وما يقولش ان انت شخص متاح وتافه ومفيش منك. لا، يكون لما عارف ان انت موجود يبقى ده حاجه كبيره جدا عنده، ولو مش موجود برضه هتبقى حاجه كبيره جدا. حاسس اي حد بتتعامل معاه انك لقطه اخر قطعه مفيش منك اساسا، علشان ده يعني هينطبع في ذهنه ان انت حد قوي جدا، حد مسيطر، حد بتتحكم في اي حاجه، ما بتحتاجش لحد.